السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبدا بقى الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، اشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين، بحبكم في الله. تعالوا بقى النهارده ننزل نجيب كده شويه مشتريات للبيت. طبعا هنا بقى الحاجات اللي هجيبها هنا في البيت عندي مش عند ماما، تمام؟ صلوا بس كده على الرسول وحطوا لي لايك والكومنت بتاعكم الحلو، ويلا بينا. النهارده بقى يا بنات انا يعني بصوا انتوا هتشوفوا الوصفه انا بعمل ايه، بس جايه لكم والله في موضوع يعني هو غريب غريب، وعايزه منكم رد. يعني كل متابعيني بنات، انا لما بنزل لكم فيديوهات، هل انتوا سمعتوا مني ان انا قلت لكم ان انا هبيع القناه بتاعتي؟ سواء اي قناه عندي، انا سمعتوني ان انا عرضت الموضوع؟ هتقولوا لي لا يا غزل وعمرك ما اتكلمتي كده، ودايما بقول لكم حتى لو القناه بتشتغل على مهلها، لان انا مش منتظمه في الشغل بتاعي، بس ما قلتش لحد ان انا هبيعها. فليه مثلا حد يعني واحده تكلمني تقول انا عايزه اشتري القناه بتاعتك؟ ليه يعني؟ انا اشتكيت لك في حاجه؟ يعني مثلا قلت لك انا مزنوقه فعايزه ابيع القناه بتاعتي؟ ليه؟ وابيعها ليه؟ يعني انت مش شايفاني ان انا بشتغل؟ يعني انا لما بطور من نفسي ولا بشتغل على نفسي ولا باخد كورسات ولا باخد حاجه علشان اجي كده في غمضه عين اقول لكم انا هبيع القناه بتاعتي مع السلامه؟ انا مش فاهمه. انا بقيت بتضايق جدا على فكره، اكتر من مره، والله العظيم اكتر من مره حد يكلمني يقول لي هبيع القناه بتاعتك. ليه كده؟ كلمتني مره واحده من الصعيد، يوتيوبر، وهي شغاله في الموضوع ده، زي بتاخد نسبه لما بتجيب قنوات تبيعها. وفي واحدة بقالها فترة كل شوية تبعت القناة بتاعتي لحد، وحد يكلمني يقول لي انت عايزة تبيعي القناة بتاعتك؟ طب انتوا طمعانين فيها ليه يعني؟ طب انت متضايقة ما تفتحي لي قناة في 5 دقايق؟ انا ايه اللي يجبرني ان انا ابيع القناة بتاعتي؟ يا جماعة احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتوا طيبين. مش عايزين مشاكل. انا بجد انا بكلم متابعيني، ليه اقفل قناتي؟ انا لما بتشوفيني مثلا بعمل فيديو او بعمل حاجة او ان انا شغالة عليها، ليه ابيعها؟ ليه ابيعها؟ يدخلوني في حاجه. على فكره يا بنات عايزه اقول لكم انه في اليوتيوب بقى فيه مشاكل كتيره، مشاكل كتيره، ان هم بيخافوا ان حد يطلع، بيخافوا ان حد يتشاف. والله العظيم هم فاكرين ان هم ناصحين. يعني القناه بتاعتي 20,000، الا حاجات انتوا ما بتشوفوش الكسر، الا حاجات بسيطه. ال20,000 دول جم بتعب 3 سنين، انا داخله في السنه الرابعه، علشان القناه زي ما قلت لكم قايمه، مش عامله حوارات، ما عملتلكوش مشكله مع اهلي، ما اتكلمتش في اي حاجه خاصه. انا بتكلم معاكم بعمل لكم وصفات، بنزل لكم وصفات جديده، بنتكلم في مشاكل في المجتمع، زي وصفات كده، وبنبقى فيها حاجات واعي شويه، نعمل ايه ونخلي بالنا من ايه. وانا مش مستعجله على القناه ان هي تكبر، انا بشتغل وبقول كل واحد ربنا هيديله رزقه يعني في الوقت اللي ربنا كاتبه لنا، صح؟ فانت ليه تيجي تكلميني؟ ومثلا اللي هم المتابعين اللي بيجوا من تحت لتحت دول بيبقوا مزقوقين عليا. انا بشوف دلوقتي كومنتات بيتكلموا عليا في القنوات الكبيره، يقولوا غزل مش عارفه ايه، وكم مره هيوقعوني من حد. بصوا، انا ما بخافش ان انا اخسر حد. يعني مثلا لما واحده تيجي تكتب لي كومنت او تروح تسيب كومنت عند قناه تانية، هي القناه التانية دي انا مش فارقه معايا، مش فارقه معايا ليه؟ وبعدين لو حد مثلا قال لصاحبه القناه دي ان انا بتكلم عنها وهي هتخسرني، انا اصلا ما فيش بيني وبينك حاجه عشان انت تخسريني، وادام انت صدقتيها ما براحتك، ما براحتك. جبتولي اول قناه بتاع سماح، حب حياتك دي، اسمها موحة دي ولا اسمها سماح دي؟ ماليش علاقة بيها دي، انتوا فاهمين؟
كل شويه تجيبوا لي اسم قناه وتروحوا تعلقوا هناك وتتكلموا هناك وتشتغلوا تلقيح. هو في ايه؟ طب لما هي مثلا انتي واثقه من نفسك وانتي قناه كبيره، طب مالك بيا يا حبيبتي؟ انا لسه 20,000 لسه بقول يا هادي. انتوا عايزين ايه يعني؟ مش مكفينكوا يا بنات؟ انتوا عايزه اقول لكم دلوقتي 100,000 مشاهده على اليوتيوب ممكن يعدي 3,500 الفيديو الواحد. ولو الناس سمع الفيديو من الاول للنهايه ممكن يدخل في 4000 جنيه. عشان تبقوا عارفين اشتغلوا كمان في موضوع ان هم يبيعوا القنوات ياخدوا نسبه. انتوا فاهمين؟ القناه مثلا بيبقى نازل عليها ربح، بتبقى شغاله. مثلا لو الفيديوهات القديمه دي مش شرط الفيديو اللي بس اللي هينزل لكم ده هيتشاف، لا، في ناس بتشوف الفيديوهات مثلا بتاع رمضان بتاع السنه اللي فاتت بتترفع في الوقت ده لوحدها، بتظهر على اليوتيوب بيطلعها مقترح، فلما بتتشاف بينزل عليها ارباح. طب وانا اوقف حالي ليه؟ يعني انا اتعب عليها ده كله واصرف عليها ده كله، في الاخر تيجي تكلميني تقولي لي بيعيها؟ والله العظيم يا انا انتوا لو هتتكلموا انا اللي خيري عليكم. انا في ناس كتير قوي يا بنات اصحابي كانوا قنوات وانا قطعتهم، ما قلتلكوش اسباب. ولو كنت اتكلمت فيها خلوني بس ساكته، لو كنت اتكلمتوا فيها والله العظيم، ولا كنت حطيت صورتهم ولا كلام عنهم حاجات عملوها معايا، لكنت انا كان الفيديو ده كان عدى وكان القناه كبرت. لو تعرفوا بس الاشخاص دي مين. وكانوا ساعتها هم هيعملوا عليا فيديوهات ويشتموني يقولوا هي عملت كده علشان تتشاف. انتوا فاهمين؟ كانوا هيردوا عليا رد تاني. بس انا في حالي. خليكي في نفسك. انا دلوقتي لما مثلا واحده تيجي تقول لي ده فلانه ولا فلانه، ايه ده؟ انتوا قد ايه بجد؟ انتوا فاضيين قوي كده ليه؟ انتوا بقيتوا تعبانين قوي، ما عندكوش مشاكل؟ يعني ما عندكيش مشاكل في بيتك؟ ما عندكيش اي حاجه تلهيكي غير ان انتي كل شويه تتكلمي عني، كل شويه تبعتيلي حد؟ ده ايه النقص والجبروت ده؟ انا مش عارفه، احنا في ايام المفروض ان الناس ربنا يهديها، وفي ناس معرفش اقول ربنا يهديهم ولا ربنا ياخدهم. بجد والله العظيم بنات، بجد انا بحس يعني في ناس، يعني سواء احنا بقى في رمضان ولا داخلين على رمضان ولا ايام مفترجه، تحس ان هم ما بيهدوش. الجبروت فيهم، الظلم فيهم، الافتراء فيهم، تحس هم زي ما هم. يعني هو ربنا خلقهم كده. اتخنقت والله العظيم، اتخنقت. انا ما ينفعش واحده تكون شغاله في قناتها واجي اقول لها تيجي تبيعي لي قناتك؟ ازاي ده انتوا بتعملوا حركات. يعني اخر واحده دي عامله نفسها ان هي طلقت وجوزها مش عارفه ايه، وهي الفكره اصلا ان هي عملت كده علشان جوزها يفتح قناه فيتشاف جوزها ازاي ويسمعوا فيديوهاته ازاي، ان هي تعمل ان هي تعلن عن قناته ان هي اتطلقت، ان هو بقى مش راضي يديها حاجتها ونعملها. ده شغل مافيا. ده انا بقول لكم والله العظيم اعرف شخصيات قالت لكم ان احنا اتطلقنا واتطلقوا فعلا عندي مأذون علشان ياخدوا بس القسيمه كده، وبعد كده هما بيعملوا حوارات فيك علشان مواضيع. والناس سبحان الله بتحب الناس دي. الناس بقى عندها المتابعين، عندها فضول تتابع الناس المش محترمة. انا اعرف واحدة اكتر من يوتيوبر طريقتها وحشة جدا مع الناس وبتشتم بالاب وبالام، والناس بيدعموها وبيبعتوا لها فلوس وبيبعتوا لها هدايا، واخر قلة ادب، واخر قلة ادب. هي دي الناس بجد اللي انتوا بتحبوها؟ بجد هي دي الناس اللي انتوا بتحبوها؟ يعني ايه بقى؟ يعني ايه بجد؟ ايه الدنيا ماشيه عكس التيار. اخر كلمتين يا بنات، انا القناه بتاعتي مش هبيعها، مش هبيعها. انا شغاله عليها، مش هبيعها. علقت لي واحده من فتره قالت لي مش عارفه احنا هنخسر اعظم يوتيوبر علشان بتبقى ناس كده مزقوقه. عملت لها بلوك. هي كانت حيوانه. انا لما واحده تكتب لي كومنت زي ده، انت فاكره ان انا هتضايق؟ وانا مش عارفه ان قناتي صغيره؟ انا اعرف ناس كانوا فاتحين القنوات من 5 سنين وطلعوا في اخر السنه في ال5 دي. يعني ما بتفضلش القناه صغيره. انا كل فيديو بنزله بيدخل لي عليه متابعين والحمد لله متابعين كتير. ومن عندي لو اقول لكم اوريكم الاحصائيات، انا عندي متابعين من كام دوله، لحد فلسطين، الجزائر، عمان، الاردن، تركيا، امريكا، السعوديه، دبي. يعني لو اوريكم البلاد ده، في والله العظيم اسامي بلاد انا اصلا كنت بسأل جوزي هي ايه البلد دي.
فين يعني ناس كتيره قوي. ده انا عندي هنود. يعني القناه انتوا ما تعرفوش عندي في الاحصائيات، ما تعرفوش مثلا الفيديو بيتشاف ممكن يظهر لكم ان هو 1000 مشاهده بس، يعني مثلا جايب لي ساعات الناس شايفينه من الاول للاخر، دخل لي عليه متابعين كتار. انتوا الحاجات دي ما بتشوفهاش. الفيديو انا قناتي لو بشتغل عليها كل يوم انا كان زماني كبرت من زمان، بس انا بنزل فيديوهات ببطء، بطيئه جدا في نزول الفيديوهات. فمش بعد تعبي ده كله اجي اديها لواحده اللهم صل على النبي تشتريها مني. والحب والكره ده بيجي من يعني ايه، ربنا يعني هيرضيني. انا عارفه ان بعد الصبر جبر، بس انا ما بحبش حوارات اليوتيوب دي. كل واحده تخليها في نفسها، كل واحده تخليها في نفسها. خليكي محترمه. خليكي مع جوزك اللي انت قعدتي في بيت لوحدك وجوزك في حته لوحده علشان تعلني ان هو فتح قناه، واظن انت عارفه انت مين، والقنوات النقد كلها بقت بتتكلم عليكي وعارفه حوارك. تمام. ما تخشيش تتكلمي عندي انا على قد ما انا مؤدبه، بس هتعملي حاجه هدخل واقول للمتابعين انت مين. ايه النقص ده؟ يبقى الفيديو ده انت ممكن تقبضي في الشهر ولا 500,000 جنيه مشاهداتها بسم الله ما شاء الله، جايه القناه 20,000 تعملي بيها ايه؟ قولوا لي بجد يا بنات، اتفاعلوا معايا كده، قولوا لي ايه ده، هو بجد بقى بيحصل ايه يعني؟ انتوا سمعتوني في فيديو قلت لكم انا هبيع القناه، او كتبت لكم مثلا عنوان ان انا هعتزل اليوتيوب؟ انا كان لازم انزل لكم الفيديو ده عشان كمان هي تسمعني. احترمي نفسك بقى، احترمي نفسك. خلي الواحد كده يفضل اكل عيشه ويشوف هو بيعمل ايه. انا فاتحه 3 قنوات يا بنات، 2 على اليوتيوب وواحده على الفيسبوك. هو انا كنت بتعب وبشقى ده كله عشان اجي كده في ثانيه اروح اقول لها انا هبيعها؟ خلي فلوسك اللي انت فرحانه بيها دي خليها في جيبك. هي القناه ولا بتاكل ولا بتشرب، انا بشارككم روتيني عامه، بجيب طلبات، بجيب حاجات بتاع يومنا عادي. بنات ده كان فيديو النهارده، طبعا انتوا شفتوا انا عملت ايه، بس كنت عايزاكم بجد قوي، عايزه اتكلم معاكم قوي عشان هي كمان تسمع الفيديو، عشان عارفه ان هي بصرم كده بتتفرج على الفيديو. كل سنه وانتم طيبين يا بنات، ورمضان كريم. ربنا يهديكم كمان في الايام اللي احنا داخله عليها دي، ويطلع الشيطان اللي في قلوبكم. طبعا الكلام ده مش للمتابعين، الكلام ده معروف لمين. وبحبكم جدا يا احلى متابعين في الدنيا، واشوفكم في فيديو جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وهستنى ردكم، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.